بسم الله الرحمن الرحيم. عنوان هذه الحلقة تحية تقدير ل8,000 من العمال والمهندسين الذين شيدوا المتحف المصري الكبير. بصراحة هذا المتحف قمة من القمم الإنشائية، ودليل أن المصريين يهتمون بالثقافة. أزمتنا أزمة ثقافة، أزمة وعي. في عهد عبد الناصر كان عنوان الوزارة وزارة الثقافة والإرشاد القومي. هذه حقيقة. 8,000 من العمال من المهندسين والذين أشرفوا على البناء، فظهر بهذه التحفة الرائعة على أرقى مستوى. هذه رسالة للغرب. العرب ومصر العربية يهتمون بالثقافة. من حقنا أن يكون لنا المكانة العالمية. أجدادنا شيدوا حضارة عظيمة، وهذا المتحف العظيم بجوار الأهرامات دليل على تواصل الأجيال، وهكذا يفعل الأحفاد. ف8,000 من العمال الذين تفانوا من أجل إنجاز هذا العمل على مدى سنوات، فخرج على أرقى مستوى دولي، حتى أن السائحين الأجانب عندما يأتوا إليه ينبهرون ما هذه العظمة، وتم حساب كل شيء بدقة متناهية. أنا أعتبره إنجازا رائعا. وبصراحة عندما زرت المتحف المصري الكبير في الصيف تأكد لي أن هناك ألغاز كثيرة، وراء الحضارة الإسلامية لم تفك بعد. كيف توصلوا لهذه الأشياء؟ كيف صنعوها؟ بصراحة أشعر فعلا ويقينا أن هناك العديد من الأسرار التي لم تكتشف بعد. لكن هذه الحلقة أقول فيها تحية تقدير ل8,000 من العمال الذين شاركوا في بناء هذا الصرح الرائع. عمل جماعي رائع يدل على فكرة مهمة: الفردية تقتل. الإنجاز الكبير العمل الجماعي. فلنتعلم من النمل ومن النحل. كرم الله تعالى النمل والنحل في سورتين في القرآن الكريم. العمل الجماعي، عندما تتوحد الأمة على عمل ما يحدث الإنجاز. الفردية قاتلة، فلننصهر في بوتقة حب الوطن. شكرا جزيلا.